كان يا مكان، كان في قديم الزمان. هذه واحد القبيلة في أيام زمان، كانت حداهم واحد الغابة. كانوا كيصيفطوا بناتهم يجمعوا الحطب منها. وهاد الغابة كانت معروفة بلي ساكنها واحد الغول، وهو اللي حاكمها. واحد النهار مشاو البنات يحطبوا، كانوا 7 ديال البنات، وكانت معاهم هينة اللي كانت آية في الجمال. وكل وحدة فيهم شنو لقات؟ كاينة اللي لقات خاتم، وكاين اللي لقات شربيل، ولكن هينا لقات مشاب اللي كيشعلوا به العافية. ومن بعد بقاو راجعين وهازين معاهم الحطب ديالهم. كان خاصهم يرجعوا من قبل الليل باش ما يخرج ليهم الغول. ومني كانوا راجعين بقات كتحل الرزمة العينة كيعاونوها البنات تجمعها، وبقاو هكا فين ما كيطيح ليها كيعاونوها حتى قرب يطيح الظلام. ومشاو خلاوها، ومني طاحت الظلمة خرج ليها الغول وقاد ليها الرزمة ودار فيها المشهب، وقال ليها بلي غادي يعود يرجع عندها. مني وصلت هنا للدار عودات لمها كل شي، ولكن امها قالت ليها ما تديهاش فيه. واحد النهار كانت الشتا، ورعد هنا سمعات دقان في الباب. مني قالت شكون جاوبها الغول، قال ليها عطيني المشهد. قالت ليه نصيفطو ليك مع عمتي. قال ليها لا. قالت ليه صيفطو ليك مع خالتي. قال ليها لا. في الاخير الام ديال هينا قالت ليها سيري انتي ولا خادم عطيوه لي. مني حلوا الباب مشاو يعطيوه لي. الغول شد المشهب وضرب بيه الخادم في عينها، وخطف عينها ودازت الوقت. وجا ولد عمها اللي كان باغي يتزوج بيها وسول عليها، ولكن امها كذبات عليه وقالت ليه هينا ماتت وداتو لواحد القبر ماشي ديالها. وهو من شدة الحب ديالو لهينا دار خيمة حدا القبر وبقى عايش فيها. حتى لواحد النهار دازت من حداها مرة كبيرة وقالت ليه اش كدير هنا، ويجوها باللي راه ده غادي يبقى حدا القبر ديال هينا. وهي تقول ليه راه هينا خطفها الغول وهي عنده. وهو ينوض مشى للدار قال ليهم صيبوا ليا بركوكش يكون سخون وجيبوا ليا. مني جابتو ليه ماما هينا حط ليها ايدها فيه، وهي تعترف ليه باللي هينا خطفها الديب. وهو يهز 4 ديال القفاف فيهم المسامر والجناح والملح، ومشى يقلب عليها. وهي دوز على الكدية الكحلة. قال ليها مالكي غدوت كحالي؟ قالت لي علاش ما نكحالش من هينا دازت حدايا. تلاقى من 2 كديات اخرين صفرة وحدة خضرة، قالوا لي نفس الهضرة. حتى وصل الكدية البيضاء قال ليها مالكي غادا تبياضي؟ قالت لي علاش ما نبياضش وهينا ساكنة حدايا. وركب فوق العود ديالو ودخل لديك القبيلة وقال ليه ما تمشيش للدار الغول، ولكن مشى ليها من بعد موراها ليه. هو لقى واحد الفروج قال ليه فين هي هينا، وجابو باللي راها كتقاد الصوف وقال ليه سير خرج الصوف باش تبعك هنا وتخرج. وداكشي اللي دار. مني خرجات هنا تفاجأت مني شافت ولد عمها، قالت ليه واش بغيتي قتلنا الغول؟ وهي تخبي في واحد المطمورة ودارت ريحة الورد باش ما يمشوش الغول. ولكن مني جا الغول قال ليها باللي راه كيشم ريحة بنادم، بقى كيعاود ليها نفس الهضرة وهي كتقول ليه لا. ومن بعد تيقها الغول ومشى تعشاو. ومن بغاو ينعسو شدها الغول وربط ليها شعرها مع رجليها باش ما تهربش. ولكن
حاونتها واحد النملة وفكات ليها شعرها وهربات هي ولد عمها، وهو يبدا المهراس كيدق في الدار وكيقول فيقع عمي الغول راه هينا هربات. ويتبعهم الغول قال ليها اجي هينا ونعطيك دمليش، قالت ليه ما بغيتوش. قال لها اجي نعطيك خاتم، قالت ليه ما نلبسوش. هو يلوح ولد عمها المسامر باش يعطل الغول، ولكن بدا كيحيد فيهم من رجليه، بقاو كيحلو عليه داكشي اللي كان عند ولد عمها، حتى من يعرف الغول بلي ما غاديش يقدر يشدها. قال ليهم نعطيكم نصيحة اللي هي مني توصلوا عند زوج ديور كيتضاربوا ما تفكوهمش وبقاو غاديين حتى وصلوا عندهم. هو يفكهم ولد عمها، ومن يفكهم واحد فيهم سرطو وهرب هينا، ما عرفات ما دير وهي تمشي عند واحد السارح، قتلات ليه الكلبة ديالو ودخلات وسط منها، ولات هينا كلبة وهي تركب فوق العدد ديالها. مني شافها السارح داها عنده وتهلا فيهم مزيان، وبقى كل ليلة داك الطير اللي كلا ليه ولد عمها كيجي عندها يسولها اشنو كتاكل وفين كتنعس. في الاخر كيبقى ينوح حتى سمع واحد الراجل من القبيله قال لها السارح اللي قال لمراتو نعسي الكلبه بين البنات وعطيها تاكل لفتات. وهي مني وصل الليل وجا الطير اللي واكل ولد عمها وعرف شنو كتاكل وفين كتنعس، فرح مني سمع السارح هادشي، مشى قال الناس ديال القبيله وتشاوروا معاهم وقالوا ليه عشو الطيور اللي كيجيو عندك بالليل واللي هاز الدري منه غادي ياكل يتقال وما يقدرش يطير. وفعلا داكشي اللي دار مني عطى الماكلة للطير، بقى واحد فيهم اللي تقيل هو اللي واكل ولد عم هينا، هو يشدو قال ليه خرج لي يا ولد على حالته الطبيعية، وهو يخرجوا ليه وبقى ولد عمه هينا عند السارح اللي عامله مزيان بحال ولده. كل نهار كيبقى يقول لي زوجني بالكلبة، هو يقول لي كيفاش نزوجك بيها وانت بنادم. بقى هكا حتى جا واحد النهار وزوجوا بها. من بعد نهار للعرس تارح قال لمرتو سيري شوفي كي داروا مع النهار الاول مني وصلت عندهم، كيتفاجئ بواحد البنت اللي زوينة بزاف واللي هي هينة. مني رجعت عند راجلها السارح عاودت لي كلشي وجاو عندهم الناس وفرحوا بيهم، ومن رجعوا للقبيلة ديالهم داروا ليهم أهل القبيلة عرس واعر. ومن ذاك النهار مبقاو خلاو حتى بنت تمشي للغابة جمع الحطب. وقصتنا مشى مع الواد وتسهروا فيها شوال.